ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد على قناة حسن هاشم، وانا حسن هاشم. معلش يا جماعة بتأخر عليكم في الفيديوهات عشان انا برضك انا مش القناة بس، انا برضك شغال. ف جزء للقناة وجزء للشغل. وحشتوني وربنا يخليكم ليا يا جماعة. الفيديو اللي فات الحمد لله المشاهدات بتاعته كانت كويسة، وشكرا على دعمكم وشكرا على اللايكات والكومنتات الحلوة بتاعتكم، وربنا يخليكم ليا يا احلى جمهور في الدنيا. النهارده بقى يا جماعة فيروز خربت الدنيا. شركة فيروز طبعا يا جماعة انتوا عارفينها، تنزل طبعا مشروب الشعير، مشروبات الشعير بأطعمة زي أطعمة الأناناس اللي احنا متعودين عليها. المرة دي بقى يا جماعة هما يعني خربوا الدنيا، عملوا طعمين جداد بقى يا جماعة من نار. قلت اجربهم معاكم. طعم فيروز بالتين الشوكي، ده شكلها يا جماعة، وطعم فيروز بالكمثرى. طعمين جداد بقى يا جماعة من فيروز. يلا نجربهم مع بعض. وما ننساش قبل اي حاجة يا جماعة، انا جبت لكم المرة دي كوباية عشان بقى ايه احط في الكوباية كده واشوف لونها بقى، يعني لون التين الشوكي ده عامل ازاي ولون الكمثرى ده عامل ازاي. خليكم معايا يا جماعة للنهاية عشان نعرف يعني اوفر اول، يعني تقييمنا لايه لفيروز تين شوكي وكمثرى. وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا تقييمي وتعرفوا رأيي في المشروبين. وما تنسوش برضه يا جماعه ازازه الميه الجميله بتاعت كل مره. هنبتدي بقى كده يا جماعه نركن الاول الكمثرى ونبتدي بالتين الشوكي. دي يا جماعه شكلها كده، دي فيروز بالتين الشوكي، دي سعرها 10 جنيه. ده شكلها عشان لو عايزين تجيبوها، هي بتتباع في اي حته ب 10 جنيه. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. يلا يا جماعه ونشوف الاطعمه دي هل حلوه ولا تعبانه ولا ايه الدنيا. التين الشوكي ده اللي انا اعرفه ان هو بيتاكل كده، عمري ما جربت تين شوكي مشروب. يلا بينا نجرب ونشوف بسم الله. اوبا، فرقع يا معلم، فرقع. ده كده يا جماعه شكلها هي زي شكل الفيروز العادي، نفس اللون اللي هو اللون المصفر. انا بحسب يعني هيبقى فيه لون ولا حاجه. ده كده يا جماعه دي بطعم التين الشوكي. لما ندوق بسم الله. مش طعم تين شوكي خالص. انا حاسس ان دي هي فيروز الاناناس اللي انا بشربها. انا مش عارف ازاي دي تين شوكي. انتوا لو دقتوها وطلعتوا منها تين شوكي بحق، هي فيروز العاديه خالص اللي بتتعمل، ما فيهاش اي حاجه تدل ان هي يعني اي طعم يدي ان هي تين شوكي خالص. طب مش مديها طعم تين الشوكي خالص. فيروز بالاناناس اللي انا بشربها طعمها عادي جدا، او خوخ، مديها على خوخ. يعني عارفين فيروز اللي هي قصدي عارفين شويبس اللي هي الخوخ، هي نفس الطعم. حتى الريحه، لا 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 يا جماعه. آه، هي طعمها حلو بس هي مش طعم التين الشوكي بصراحه، بس هي حلوه. اللي بيشرب فيروز اكيد عارف ان فيروز يعني توب يعني، وحاجتها جميله جدا. بس دي يا جماعه مش طعم التين الشوكي خالص، دي نخليها كده على جنب. طبعا تقييمي للحاجه دي في الاخر. طعم التين الشوكي مش طعم تين شوكي خالص، ده طعم الاناناس وطعم الفيروز العادي خالص. ناخد كده بق ميه يا جماعه عشان نغير طعم بقنا، عشان نخش بقى على الكمثرى ونشوف هل هي كمثرى فعلا ولا مش كمثرى. انا اتصدمت بصراحه من التين الشوكي. طعمها عادي، فيروز العادي خالص اللي هي الاناناس او فيها زي طعم خوخ كده. تاني حاجه بقى معانا يا جماعه دي فيروز كمثرى. دي شكلها، دي سعرها 10 جنيه، نفس السعر بردك. ودي طعم جديد من فيروز بردك هنجربه معاكم. بسم الله. فرقع يا عم حسن. بردك نفس الشكل ولا في اي تغيير في لون الفيروز، هي اللون الاصفر المعتاد بتاع فيروز. هندوق ونجرب. انا مش عارف ليه حطيت كتير كده، مش عارف، تفاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. اه، دي فيها كمثرى شويه، دي مديها طعم كمثرى، دي حلوه قوي. هم عامه الاتنين هيعجبوكم.
فيروز يا جماعه حاجاتها بصراحه نظيفه وشركه محترمه جدا، والكواليتي بتاعها عالي جدا، يعني حاجات بصراحه هتعجبكم جدا، بصراحه حلوه برضه. طعمهم الاتنين حلوين جدا، بس الكمثرى احلى. تقييمي بقى للاتنين يا جماعه، تقييمي للاتنين هدي للفيروز التين الشوكي يعني مثلا الطعم 5/10، انما فيروز كمثرى يا جماعه 10/10. فيروز كمثرى جميله جدا هتعجبكم، فانا بنصحكم لو هتشربوا اشربوا فيروز كمثرى، طعم جديد بالنسبه لكم وهيعجبكم قوي. حلو. التين الشوكي هو مش طعم تين شوكي، بس هي برضك طعمها حلو. هي كطعم هي واخده كطعم 5/10، انما هي كفيروز وكده وشراب شعير هي حلوه. تنسوش بقى يا جماعه تجربوا المنتجين دول وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، هل حلو ولا مش حلو. ولو عايزين فيديوهات من دي يا جماعه كتير، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات عايزين فيديوهات عن ايه بالظبط وانا هعملها لكم يا احلى ناس في الدنيا. بشكركم على الكومنتات الجميله، وبشكر الناس الجميله اللي بتتابعني على طول، وربنا يخليكم ليا. ما تنسوش يا جماعه اللايك والاشتراك في القناه اللي مش مشترك، وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد حسن هاشم بيعمله. باي باي، هتوحشوني. باي.